أي واحد فينا أيها الأحبة لو دخل إلى طبيب أو إلى ممرض يريد أن يضربه إبرة، يدخل إليه وهو متشنج، أعصابه متوترة، وهي إبرة صغيرة ودقيقة، فما بالكم أيها الأحبة بلحظة عصيبة تزهق فيها الروح وتسكب فيها الدماء. فهي لحظة أيها الأحبة، هي أنا أقول نعمة من الله علينا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، فجاء النص القرآني الموجز قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. والله في حياة للناس أيها الأحبة، ولذلك الله عز وجل أمر أن يقاد من القاتل أمام الناس. لماذا؟ ليكون في ذلك العبرة والعظة، فلا يجني الجاني. لأن القتل أيها الأحبة في الغالب الأعظم لا يحصل إلا في لحظة من لحظات الغضب والطيشان وذهاب العقل، وهي نفخة إبليسية شيطانية يقع فيها الإنسان ويندم عليه العمر، بل يخزي نفسه ويزري بأهله من بعده. القتل أيها الأحبة يحصل لحظة من لحظات الحياة، ربما من غير تدبير ولا تخطيط، وإنما لحظة غضب يتملك الإنسان الشيطان فيها ثم يرديه أو يقتل به أو يسفك به الدم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما من حديث سليمان بن صرد في الصحيح، عندما رأى رجلان يستبان قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان. لأن هذه لحظة شيطانية يتملك فيها الشيطان الإنسان فيرديه ويقتل على يديه. سأتحدث يا أحبتي عن بعض القصص التي وقفت عليها في ساحة القصص، وهي والله عبرة وعظة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا دعوني أذكر لكم بعض القصص التاريخية التي وقعت لأناس. هؤلاء الناس أيها الأحبة فرش لهم النطع، يعني الجلد الذي يجلسون عليه، وجردت لهم السيوف، وجاء لهم الجلادين يعني الذين يقصون الرقاب، وقفوا على رؤوسهم في تلك اللحظة الحاسمة الجاسمة الخطيرة المهيبة المثيرة من حياته، لأناس حكم عليهم بالقصاص فنجاهم مولاهم سبحانه وتعالى. من ذلك من هذه الأخبار ما روي أن شبابا جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، إلى أمير المؤمنين وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، جاءوا بقاتل أبيهم إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا قتل أبانا. فقال له عمر: أقتلته؟ قال: نعم. قال: لي كلمة أغضبتني فضربته فسفكت دمه. فقال عمر لأولئك الشباب: أتعفون عنه؟ قالوا: لا والله لا نعفو عنه. قال عمر: إذن هو القصاص، وأمر به. فجاء الرجل إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، رضيت بحكم الله وهي جنايتي، جنيت بها على نفسي وعلى أخي، لكن يا أمير المؤمنين جئتكم من عند أهلي ووالله لا يعلمون بحالي، وقد تركت خلفي صبية صغارا ضعفة أحوج ما يكونون إلي، فأمهلني يا أمير المؤمنين 3 أذهب إليهم أقضي حاجتهم، أكون في مصلحتهم وأعود إليكم. فقال عمر: ومن يضمنك؟ فلم يتكلم أحد في المجلس، الناس لا يعرفونه، لا يدرون من هو، جيء به مع هؤلاء الشباب. فقام أبو ذر رضي الله عنه الغفاري فقال: يا عمر أنا أضمنه. قال له عمر: يا أبا ذر هل تعرفه؟ قال: والله لا أعرفه. فقال: فكيف تضمن من لا تعرف؟ قال: الله كفيل علي وعليه. قال له عمر: يا أبا ذر إنك تردي نفسك وإني لن أسامحك. فقال أبو ذر: أنا أضمنه يا عمر. فذهب الرجل، مر اليوم الأول ولم يأتي، والثاني ولم يأتي، وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة، الناس يترقبون هل يأتي أو لا يأتي، هل يفي أو لا يفي. لحظة عصيبة من عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم ينتظرون وهم ينظرون إلى عمر تارة وإلى أبي ذر تارة أخرى، وإذا برجل يعدو يشتد
حتى وقف بين أيديهم وإذا به هو، فكبر الناس وهللوا. فقال له عمر: ما الذي جاء بك وقد علمت أنه لا طالب لك؟ نحن ما ندري أين أنت، أين ذهبت، أين أرضك؟ فقال: يا عمر، إنه إن لم آتي إليكم سيقول الناس ذهب الوفاء. ثم نظر عمر إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، ما حملك على ما صنعت من ضمانه؟ فقال: حتى لا يقال يا عمر ذهب المعروف والإحسان بين الناس. فقال عمر: إنه القود حتى لا يقال ذهب العدل من حياة الناس. فإذا بأولئك الشباب يبكون ويخضعون ويقولون: عفونا عنه حتى لا يقال ذهب العفو من حياة الناس. بمثل هذه القيم والمبادئ كانت حياة الناس أيها الأحبة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه القيم والمبادئ والمثل في حياتنا حتى نحيا الحياة الطيبة بفضل الله عز وجل.